السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إرسأت جمعية ملاك وأكاديمية ملاك بشراكة مع جامعة أبي ناكا اليوم بتقديم ندوة صحفية للتعريف بهذه الرياضة المبتكرة الجديدة التي غزت مجموعة من الدول في العالم بفضل السيد المبتكر والمؤسس لها، البطل المغربي والإطار والخبير كذلك الدولي، السيد عبد السلام بولعيون، الذي أتانا من مدينة الناظور. تحمل السفر، تحمل العناء من أجل الحضور لتقديم خدمة إعلامية لكل الصحفيين والرياضيين. تواصلنا هنا اليوم، استفدنا، تعرفنا على رياضة جديدة، نتمنى له كل التوفيق في مسيرته، ونطمح كذلك للاشتغال معه يعني مستقبلا، وخصوصا هنا في مدينة الدار البيضاء بحكم العمل، عمل جمعية ملاك ولا أكاديمية ملاك هنا بالدار البيضاء. شكرا لكم. السلام عليكم. اليوم للتعريف بهذه البرد الرياضية الجديدة، كلمة حولها. هو كما سبق الذكر، كنشكروا جميع المنابر الإعلامية، كنشكروا من بيناتهم المؤسسة ديالكم الإعلامية اللي جات وواكبت معنا هذه الندوة. بعد ما كنا قمنا بزيارة بمدينة الناظور وتعرفنا على هذه الرياضة بحالنا بحالكم اللي شفتوا دابا، أنا سولت عليها وبحثت عليها، وطلبنا من السيد الرئيس المؤسس والمبتكر المغربي باش يجي عندنا لمدينة الدار البيضاء ويقدم لنا تفسيرات وتوضيحات لهذه الرياضة لكل المنابر. كنشوفوا رائد البلاد وقائد الأمة صاحب الجلالة والهمام الملكي محمد السادس استقبل واحد الوفد ديال الطاقم كبير ديال الرياضيين اللي جاوا من قطر، اللي ما خداوش الدرجه الاولى ولا الثانيه، ولكن شفتوا واحد الاستقبال كان ملكي، كانت واحد المسيره ديال واحد الجماهير فرحانين هذاك المنتخب اللي قدم واحد البصمه كبيره في قطر. كنشوفوا العالم، اتذكره انا في واحد السن الوقت اللي رفع العلم سعيد عويطه ولا نوال المتوكل اللي شجعوا هذه الرياضات، ومن قبل منهم مجموعه من الابطال كما ذكرت، ابطال كانوا في رياضه البوكس وشي. فهاد الناس الاعلام كيبقى اعلام نزيه، الاعلام كيبقى الوسط، كيذكر لنا التساؤلات ديالو. هاد السيد تيقول بان من حقنا ناخذ هاد الجامعه، وحنا كنقولوا الوزاره كما هاد السيد دق بالابواب بواحد الملف تقني بواحد المعايير دوليه مع ابطال دوليين، فتعطي واحد الجواب رسمي وكتابي ويدخل حتى هو. كنشوفوا جامعات عندها رياضات ماشي مغربيه بحال رياضه الكونفو، بحال واحد المجموعه من الرياضات اللي ذكرنا المثال انه ماشي من ابتكار مغربي، رياضات اسيويه، رياضات صينيه، رياضات اوروبيه، مثلا كره القدم وهادشي. فلما لا، هذا ابتكار مغربي يقدم السيد الخدمه ديالو، ويصبح عندنا يوم من الايام ان راه عندنا المغرب حتى هو، ان هذوك ناس وهادو ناس. حط واحد الملف كبير شفتو انا بالمعايير ديالو، بالتقنيات ديالو، بالسلامه ديالو اللي ركز عليها واحد 99%. فمن هذا المنبر كنقول لكم شكرا لكم وبدوركم. الا كانت تساؤلات هذا السيد عبد السلام بولعيون تيقول من حقي ناخذ جامعه، فكنتمناو نفس السؤال طرحوه على السيد المسؤول على الرياضه اللي هو السيد وزير الرياضه، ويقول لنا لما هاد الجمعيه ما خداتش، او هاد العصبات اللي تجمعوا وصلوا 9 ديال العصبات، علاش ما خداوش حقهم كجامعه ملكيه. شكرا لكم.